محمد السيد. بص يا ابني، ما هو اصل هي قصه، مش عافيه. يعني انت راجل مهاري على عيننا وعلى راسنا، بس اصل هو في اماكن في الملعب كده من المحرمات فيها ان انت ترقص. يعني ما ينفعش تبقى انت قاطع كوره والفريق التاني ضاغط عليك، وانت عندك خصم اللي هو الخط وخصم اللي هو ضاغط عليك، وانت عايز تحنكش بالكوره. ما هو ما ينفعش. غلط، ترجع تدافع راجل على الكوره، تمام. انما لعيب طالع بالكوره بره ال 18 انت بتطارده عشان تعمل عليه ضربه جزاء. يا ابني ما اصل هو مش يعني انا مش شايف لها سبب. يعني انا تاكل ده، يعني انا الاولانيه محمد ابراهيم هقول ما شافش من ظهره اللعيب اللي جاي وهو خبرته قليله ومش مقدر المكان، والمفروض ان اللي جايين من وراه يبقوا بيسلموا لما يشوفوا اللعيب. يعني اقطاي جاي من البعيده للقريبه، ويحط رجله في الكوره فانت تشوطه. يعني دي ما ممكن تحصل، هي بدلك توقيت سيء، اختيار توقيت سيء. وبالمناسبة أحب أشيد بالمهاجم إنبي أكتاي. حقيقة لعيب ما كنتش شفته قبل كده، وفي واحد صاحبي النهاردة كان لسه بيتكلم معايا عليه قبل الماتش إن هو مهاجم قوي جدا ولكن لسه مش أخد فرصة. حقيقة مهاجم يتبني عليه وللمستقبل، شاب بمقاييسنا. يعني هو شاب بمقاييس مصر انه عنده 22 23 سنة، ولكن هو مهاجم كويس جدا. ونرجع لمحمد السيد في ضربة الجزاء اللي هو يعني ربنا سترها مع الزمالك ان الكورة ما دخلتش، وان هي كانت ممكن تتعاد، والصح ان هي تتعاد لان محمد اسماعيل اللي دخل وتداخل مع المهاجم ولحق الكورة كان داخل ال 18 من قبل ما الكورة تتشاط. كل الكلام ده عشان بس ايه، محدش يا جماعة يعني مش هينفع نتكلم تحكيم. تحكيم النهارده بالبلدي كده هو كان حنين على الزمالك، فالزمالك النهارده ما كانش يستحق النقطة حتى. تبديلة محمد السيد كانت منطقية في الوقت ده لأن هو خلاص هو اوف جيم، هو مش موجود. و... وأنا شايف إن هي كان التدخل الوحيد اللي صح اللي حصل من كابتن معتمد جمال.